فيديو النهارده فيديو مهم جدا لكل الناس اللي بتدور على شغل، خصوصا الناس اللي بتدور على شغلانات حكوميه. الوظائف اللي هكلمك عليها النهارده دي وظائف فيدراليه فيها بينيفيتس عاليه جدا. يا ريت لو عاوز تعرف اكتر اتفرج على الفيديو ده لحد الاخر. اهلا بيكم من امريكا مع ايمن، وحشتوني جدا وحابب اشكركم على متابعتكم للقناه، وبشكركم على الرسائل اللي جاتني بتسال عليا ان انا كان بقالي فتره كده مختفي. انا بعتذر جدا ان انا بقالي مده ما نزلتش فيديوهات، بس انا ان شاء الله النهارده هكلمكم عن موضوع مهم جدا، وهو الوظائف في اليو اس بي اس او اليونايتد ستيتس بوستال سيرفيس. دي هيئه فيدراليه، يعني الموظف اللي بيشتغل جواها بيبقى موظف فيدرالي وبيكون تحت القسم، بيحلف قسم زيه زي بالظبط ضابط الجيش وضابط الشرطه، لانه بيشتغل في الحكومه الفيدراليه. ايه الموضوع؟ ايه التفاصيل؟ تعالوا نعرف مع بعض. اليو اس بي اس او البريد الامريكي هي من اكبر الهيئات الفيدراليه اللي موجوده في امريكا، واللي بتخدم جميع الولايات الامريكيه، لان السيستم الامريكي قايم جدا على النظام البريد، ومش بس بيخدم هيئه البريد اليو اس بي اس بس، ولكن كمان بيقوم بعمليه نقل وتوصيل بعض الشركات التانيه زي فيديكس وزي امازون وزي يو بي اس وشركات ثانيه كتيره جدا. البريد الامريكي بيتم عمليه التوزيع ليها. لو انت اشتغلت جوه هيئه البريد الامريكيه، انت كده بقيت موظف فيدرالي وبتحصل على مميزات كتيره جدا. ايه هي المميزات اللي ممكن تحصل عليها لما تشتغل جوه البريد الامريكي؟ اول ميزه، بتحصل على مرتب كويس جدا ما بيقلش عن 16 ونص فما فوق تقريبا. طبعا بيختلف من ولايه لولايه، لكن سعر الساعه مش بيقل تقريبا عن 16 ونص دولار في الساعه. زائد انك بتحصل على تامين صحي، زائد كمان انك بتحصل على اجازات مدفوعه الاجر زي الهوليديز اللي موجوده في الاجنده بتاعت الحكومه كلها، زي الثانكس جيفن والكريسماس وفورس اوف جولاي واجازات تانية كتيره انت بتحصل عليها، اللي هي الاجازات الحكوميه الرسميه كلها بتحصل عليها. وبيبقى ليك كمان اجازات اللي هي البيد فاكيشن، او ليك اجازات سنويه. ده في حاله لما تكون بتشتغل جوه البريد فول تايم ومتثبت. هي انواع الوظائف الموجوده جوه هيئه البريد الامريكيه. اول نوع من الوظائف وهي الوظائف اللي بتعتمد على مجهود بدني، او بيسموها الفيزيكال جوب. ودي بتبقى وظائف موجوده سواء جوه الوير هاوس بتاع الولايه، ان كل ولايه ليها مكان معين بيتم فيه الميل سورتنج او فرز البريد وتوزيعه، سواء جوه الولايه او خارج الولايه. فكل مكان من الاماكن دي بيسموها الناشونال ستيشن، او المحطه اللي بيتجمع منها البريد وبيطلع منها البريد، سواء كان بريد ميل او باكسات او اي نوع من انواع الحاجات اللي بتتوزع عن طريق شركات تانية بتبقى بتتوزع عن طريق اليو اس بي اس. فده النوع الاول من الوظائف، وهي الوظائف اللي بتحتاج اللي بيسموها الميل هاندلنج او الميل سورتنج او الميل بروسيسنج. النوع ده من الوظائف ده ممكن ما يحتاجش لغه وما يحتاجش كمان خبره سابقه، لانك انت بتحصل على تدريب جوه المكان اللي هتشتغل فيه او الوير هاوس اللي انت هتشتغل فيه. بيدي لك تدريب شامل ازاي هتتعامل او ازاي هتتعلم انك تعمل سورتنج او فرز للميل جوه المكان ده. تاني نوع من الوظائف وهو الميل كارير او التوزيع الخارجي، اللي هو زي الناس اللي احنا بنشوفهم اللي مشكورا بيتفضلوا بيوصلوا لنا البريد بتاعنا يوميا لحد البيوت، وده بيبقى التوصيل. الوظيفه دي ممكن ما تحتاجش خبره سابقه، لكن بتحتاج ان حضرتك تكون بتعرف تسوق. لازم يكون معاك رخصه سواقه لو انت هتسوق العربيه، ولو مش معاك رخصه سواقه بتحتاج انك يكون عندك يعني نوع من الخبره في التوزيع او ما شابه ذلك. بعد كده في الوظائف اللي هي بتحتاج نوع من البروفيشناليتي، اللي هي الوظائف بقى اللي قايمه على الخبره،
ودي متخصصه ومتشعبه في جميع المجالات زي الاي تي، المحاسبه، الليجل او الشؤون القانونيه، الاناليسز. كل التخصصات بتبقى موجوده، اوقات الميكانيك باور، في كل التخصصات موجوده. التخصصات دي كلها بتبقى موجوده لكل التخصصات البروفيشنال، بيقدر يقدم عليها، سواء بقى بتحتاج شهاده معينه او ممكن تكون بتحتاج نوع من الخبره معينه. ازاي اقدم على وظائف البريد؟ التقديم كله بيكون عن طريق الويب سايت اللي هحطه لحضرتك على الشاشه ده، وكمان هحط لحضرتك الرابط بتاعه او اللينك في اول كومنت هتلاقيه تحت الفيديو. بتدخل على الويب سايت بتاع البريد وبتدور بالولايه بتاعتك، وبتشوف كمان الوظيفه اللي انت عاوز تشتغل فيها، زي ما قلت لحضراتكم على حسب الكاتيجوري اللي بتدور فيه، سواء كان ميل هاندلنج او توزيع او بروفيشنال كارير، لو انت عندك خبره في مجال معين وتكون عاوز تشتغل او مطلوب جوه البريد. بتتابع بصفه مستمره على الويب سايت وبتقدم دايما. ايه اللي بيحصل بعد كده لما بتقدم الابلكيشن بتاعك؟ وبعد التقديم بيجي لك لينك بيعرفك ان انت هتدخل في البروسيسنج بتاع الهايرنج. ايه البروسيسنج او ايه الخطوات؟ نمره واحد، بعد التقديم على طول ممكن في بعض الوظائف بتكون محتاجه امتحان. الامتحان ده في الغالب بيبقى امتحان اونلاين بتحله، بيبقى امتحان سهل جدا، وممكن لو انت مش عارف ممكن حد يساعدك فيه. هو بيبقى امتحان بسيط جدا، وبالذات في الوظائف اللي زي ما قلت مش محتاجه خبره او مش محتاجه لغه، بيبقى امتحان بسيط جدا. حتى لو انت ما عندكش خبره ممكن تلاقي ناس تساعدك انك تحله، او كمان ممكن تدور على اليوتيوب على بعض الناس بتبقى منزله ازاي تعدي الامتحان بتاع البريد. بعض الوظائف بتبقى محتاجه امتحان مكتوب او امتحان اورال، ودي زي ما قلت الوظائف البروفيشنال شويه، دي هتروح تعمل الامتحان بتاعها هنا. لو اتقبلت ان شاء الله، الخطوه اللي بعد كده انك بتروح تعمل الفينجر برينت. الفينجر برينت زي بالظبط الفينجر برينت اللي بتعمله في السفاره لما بتيجي هنا امريكا، او زي الفينجر برينت بتاع الجنسيه. مجرد بيعمل فينجر برينت لحضرتك، بياخد بصماتك وبيعمل عنك باك جراوند تشيك، بيتاكد انك معلكش قضايا او مفيش عندك اي مخالفات قبل كده، او ما تكونش اترفدت من شغل لسوء سلوك او كده. بعد كده الهايرنج بيبعت لك الجوب اوفر، والجوب اوفر او التقديم على الوظيفه او العرض الوظيفي. العرض الوظيفي بيجي لك بيقول لك بالظبط انت اشتغلت قبلت في بوزيشن كذا، وتقدر ان انت اول يوم هيكون ليك شغل معانا، هيكون اليوم ده اول يوم شغل ليك. بعد التقديم وبعد ما بيجي لك خلاص الجواب، بتبدا حاجه اسمها الاورينتيشن او التعريف بالمكان، وده بيكون سيشن لمده يوم كامل بتقضيه من الصبح لغايه اخر النهار. بتتعرف على طبيعه العمل اللي انت هتشتغله، وبتتعرف كمان على طبيعه المؤسسه والبنفيتس اللي انت هتاخدها، وكل الحاجات اللي انت محتاج تعرفها، من سواء البنفيتس، السالري، طريقه القبض، كل حاجه. وهم بيكونوا متعاونين جدا معاك وبيشرحوا لك كل حقوقك وبيفهموك كل الحاجات اللي انت المفروض ان انت تعرفها قبل ما تبدا. وبعد كده بتبدا فتره التريننج او التدريب على الوظيفه اللي انت هتشتغلها. يا ريت لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل علامه لايك علشان تدعم الفيديو، ويا ريت لو تقدر تعمل له شير على صفحتك على الفيسبوك علشان كل الناس كمان تشوف الفيديو ده. لو انت مشترك في القناه اهلا وسهلا بيك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل علامه الجرس علشان توصلك الفيديوهات الجديده. بشكركم جدا، وكان معاكم ايمن من امريكا.